أكبر الخاسرين هو النادي الأهلي، ليس فقط خسارة الدوري العام، لكن خسارة المنافسة الإفريقية. أنت مش في إفريقيا السنة الجاية، صدقني خلاص. أنا بقول لك عندك 10% ولا 15% ده بالمجاملة، لكن الأهلي خلاص موسم انتهى، موسم كرويا انتهى. محدش يلوم الجمهور ولا حد يقول له أي كلمة، لأن الجمهور ما أثرش لا المباراة اللي فاتت ولا اللي قبلها ولا المباراة دي، من ساعة ما بدأوا مباريات السبعة الكبار والجمهور بيساند بيآزر بيخلص التذاكر. محدش يتكلم على الجمهور، وعايزين يكتبوا على السوشيال ميديا اللي هم عايزينه يكتبوا، ده حقهم. محدش يقدر يقول لهم تلت التلاتة كام، لأنه عملوا كل اللي عليهم. وكالعادة جمهور النادي الأهلي مساند وسند وحمى، وزي ما بيقولوا جمهوره ده حماه بالفعل. هم هاجموا بقى الإدارة، هاجموا المدرب، هاجموا اللعيبة، في الآخر حقهم، حقهم. محدش يقدر يقول لهم تلت التلاتة كام على اللي عملوه. الأهلي في أسوأ حالاته، الأهلي في أصعب حالاته، الأهلي في أزمة كبيرة جدا 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 جدا. الله أعلم كيف ستنتهي أو متى ستنتهي، محدش يعرف. محدش يعرف إزاي هتخلص الأزمة، محدش يعرف. محدش يقدر يقول لك حاجة خالص. عدل. أكبر الخاسرين هو النادي الأهلي، ليس فقط خسارة الدوري العام، لكن خسارة المنافسة الإفريقية. أنت مش في إفريقيا السنة الجاية، صدقني خلاص. أنا بقول لك عندك 10% ولا 15% ده بالمجاملة، لكن الأهلي خلاص موسم انتهى، موسم كرويا انتهى. محدش يلوم الجمهور ولا حد يقول له أي كلمة، لأن الجمهور ما أثرش لا المباراة اللي فاتت ولا اللي قبلها ولا المباراة دي، من ساعة ما بدأوا مباريات السبعة الكبار والجمهور بيساند بيآزر بيخلص التذاكر. محدش يتكلم على الجمهور، وعايزين يكتبوا على السوشيال ميديا اللي هم عايزينه يكتبوا، ده حقهم. محدش يقدر يقول لهم تلت التلاتة كام، لأنه عملوا كل اللي عليهم. وكالعادة جمهور النادي الأهلي مساند وسند وحمى، وزي ما بيقولوا جمهوره ده حماه بالفعل. هم هاجموا بقى الإدارة، هاجموا المدرب، هاجموا اللعيبة، في الآخر حقهم، حقهم. محدش يقدر يقول لهم تلت التلاتة كام على اللي عملوه. الأهلي في أسوأ حالاته، الأهلي في أصعب حالاته، الأهلي في أزمة كبيرة جدا 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 جدا. الله أعلم كيف ستنتهي أو متى ستنتهي، محدش يعرف. محدش يعرف إزاي هتخلص الأزمة، محدش يعرف. محدش يقدر